السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، والنهاردة هنشرح مع بعض أول درس في التاريخ بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. وقبل ما نخش على الدرس ده عايزك تفتح لي مخك كده، يعني تقوم تعمل لك كوباية شاي أو أي حاجة دافية تفتح لي مخك، عشان الدرس ده معلوماته تقيلة. أيوة، ببشرك وبقول لك إن الدرس رخم، بس بإذن الله أنت مش مع أي حد، أنت هتحفظه وهتفهمه ومش كده وبس. وهتحل عليه كل أسئلة، وأي سؤال هيجي لك هتحله بإذن الله. وتعال نخش على الدرس. تعال نرجع بقى أنا وأنت من دلوقتي بالزمن ل 500 سنة ورا، نلاقي إن في أواخر القرن ال15 وأوائل القرن ال16 ثلاث دول أقوية، والثلاث دول في بينهم صراعات وحروب كتيرة جدا. تاني، شهد العالم أواخر القرن ال15 وبداية القرن أو أوائل القرن ال16 صراع حاد، يعني صراعا شديدا بين ثلاث قوى. في ثلاث دول أقوياء زي ما بقول لك حاربوا في بعض. ايه هم الثلاث دول؟ اول دولة وهي الدولة المملوكية، تاني دولة وهي الدولة الصفوية، تالت دولة وهي الدولة العثمانية. وتعالى هنتكلم عن كل دولة من دول بالتفصيل. وقبل ما اكلمك اقول لك اصلا يعني ايه كلمة القرن. انت واخدها من الابتدائي ان كلمة القرن يعني 100 سنة. طب ازاي يا مستر انا بحسب اصلا القرن؟ تعال اقول لك بطريقه سهله واكيد كلكم عارفينها. ازاي هنحسب القرن؟ مثلا لو جاب لك سنه معينه كده وقال لك اعرف لي احنا في القرن الكام، هتاخد اول رقمين من السنه دول وتزود عليهم واحد ويطلع لك القرن. مش فاهم اي حاجه؟ تعال افهمك. احنا مثلا دلوقتي في سنه كام؟ في سنه 2023. عشان تعرف القرن قلت لك هتاخد اول رقمين وتزود عليهم واحد، هيطلع كام؟ 20 زائد واحد هيبقى في القرن ال21. مثلا التاريخ ده 1498. قلت لك عشان تعرف القرن هتاخد اول رقمين وتزود عليهم واحد، هيطلع في القرن جدع القرن ال15. يبقى قلت لك هنعرف القرن ازاي؟ هناخد اول رقمين ونزود عليهم واحد وهيطلع لك القرن. انا كده عرفت احنا في القرن الكام، لكن ازاي اعرف احنا في اواخره ولا في المنتصف ولا في الاوائل؟ اقول لك انت خدت اول رقمين من هنا صح؟ سيبك بقى منهم، خد بقى اخر رقمين. يعني مثلا 23 تحسها في الاول كده لسه بدري عقبال ما توصل لل50 والاواخر، يبقى احنا في اوائل القرن ال21. طب الرقم ده بص 98 فاضل لها يعتبر سنتين وهتوصل للقرن اللي بعديها، يعني هتعدي ال100، يبقى اذا احنا في اواخر القرن. طب مثلا التاريخ ده 1509، احنا في القرن الكام؟ قلت لك خد اول رقمين وزود واحد هيطلع لك في القرن ال16. طب 1509 خد اخر رقمين هتعرف انت في الاوائل ولا الاواخر. جدع احنا في القرن الكام؟ في اوائل القرن ال16. كده بقى انت عرفت يعني ايه كلمة قرن وازاي بحسبها. تعال بقى نخش على الدرس، وعايز اكلمك عن الثلاث دول دول بالتفصيل، ونبدأ بالدولة المملوكية. عايز اقول لك ان دولة المماليك مش دولة صغيرة، لا ده دولة كبيرة جدا ومسيطرة على دول كتيرة جدا. زي دول ايه؟ قال لك هي دولة المماليك قامت فين؟ في مصر. يبقى دولة المماليك قامت في مصر. طب هي قامت في مصر بس؟ قال لك لا، ده ضمت معاها الشام والحجاز. والحجاز اللي هي دي حتة من السعودية بنقول عليها الحجاز. يبقى قامت في مصر والشام والحجاز بس؟ برضو لا، وجزء من ساحل افريقيا الشرقي المطل على البحر الاحمر. مش فاهم؟ انت عارف قارة افريقيا، شرق قارة افريقيا موجود البحر الاحمر. هي مسيطرة، يعني دولة المماليك مسيطرة على جزء من الساحل افريقيا الشرقي المطل على البحر الاحمر. يبقى دلوقتي هي قامت في مصر وضمت شام وحجاز وجزء من ساحل افريقيا الشرقي المطل على البحر الاحمر. وبكده عرفنا دولة المماليك ضمت ايه. وزي ما كل قوي بيموت بضعف، وكل دولة قوية بتنتهي بضعف وانهيار، وزي ما حماده هلال قال لك كل حاجة حلوة عمرها قصير، دولة المماليك انهارت وضعفت تماما، وحصل لها بدل الأزمة، يعني بدل المشكلة مشكلتين. حصل لها كم أزمة؟ أزمتين. أول أزمة وهي أزمة مالية يعني في الفلوس، وأزمة سياسية تاني. يبقى حصل لها كم أزمة؟ أزمتين. أزمة مالية ليها علاقة بالفلوس، أزمة سياسية يعني ليها علاقة بالسياسة. وهيحط لك سؤال وهيقول لك بما تفسر
حدوث أزمة مالية وأزمة سياسية، ونبدأ بالأزمة المالية. عايز أقول لك إن دولة المماليك دولة غنية جدا ومعاها فلوس، وعشان كده هي قوية. طب استنى يا مستر، علاقة إن الدولة المملوكية قوية بإنها معاها فلوس؟ ما أنت لو معاك فلوس هتقدر تشتري سلاح، هتشتري جنود، هتشتري معدات، فبالتالي هتبقى دولة قوية. طب أنا دلوقتي قوي بسبب الفلوس، إمتى أضعف؟ لما الفلوس دي تقع مني أو تضيع. طب يعني على كده يا مستر هي دولة المماليك فلوسها ضاعت وبقت دولة فقيرة؟ فعلا ده اللي حصل، وتعالى افهمك هي ازاي اصلا كانت غنية وبتجيب فلوسها منين. عايز اقول لك ان دولة المماليك هي قامت فين؟ في مصر، وانت واخد من الابتدائي ان مصر هي قلب العالم، يعني اللي متحكمة في طرق التجارة العالمية. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان ده البحر المتوسط، مثلا ادي نهر النيل، اي رسمة يا جدعان سريعا بس، وادي البحر الاحمر. انت عارف مثلا ان دي دول الشرق زي دول مثلا الهند، دول اوروبا بتحب تروح للهند عشان تجيب منهم بضاعة او تبيع هناك بضاعة، فهيعدوا على مين؟ ملهاش طريق غير انهم يعدوا على مين؟ على مصر. طب مصر تبع انهي دولة؟ تبع الدولة المملوكية. وطبيعي لما اي سفينة من دول اوروبا تروح للهند هتعدي على مصر، هتدفع ايه؟ اكيد هتدفع فلوس. يبقى تاني اي سفينة هتعدي على مصر هتخش البحر المتوسط، بعدين تخش مصر، بعدين تروح للبحر الاحمر، بعدين تروح على دول الشرق اللي هي زي دولة الهند، فهتدفع فلوس. يبقى دولة المماليك كانت غنية بسبب الفلوس. امتى بقى تضعف؟ لما الفلوس دي تروح نهائي. طب هتروح ازاي؟ في دولة من دول اوروبا اسمها دولة البرتغال. دولة ايه؟ البرتغال. دولة البرتغال ما عجبهاش الحال وقالت لك هو انا كل ما عدى على مصر دولة المماليك تقلبني في الفلوس؟ انا هكتشف طريق تاني خالص، ومش عايزة طريق البحرين اللي هو البحر الاحمر والبحر المتوسط، ومش دافعة فلوس تاني لمصر يعني دولة المماليك. هتكتشف طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. ايه طريق رأس الرجاء الصالح ده؟ قال لك مثلا لو دي قارة افريقيا، هنرسمها بس اي رسمة كده على السريع، مثلا دي افريقيا، مش لازم نرسمها خريطة، دي افريقيا. قلت لك ان دي مثلا دول اوروبا، ودي دول الشرق زي الهند، بيعدوا على طول من هنا على مصر عشان يروحوا للهند. قال لك البرتغال هتلف حوالين قارة افريقيا كلها عشان توصل. بص الطريق طويل جدا لكن ما بيدفعوش فلوس. تاني قلت لك في دولة اسمها دولة ايه؟ البرتغال. دولة البرتغال مش هيعجبها الحال انها كل شوية تدفع فلوس، هتكتشف طريق تاني خالص، وهتاخد مراكبها والسفن وتلف حوالين قارة افريقيا في المحيط الاطلنطي، وبرضو الطريق ده هيوصلهم من مكانهم لحد الشرق. كده دول اوروبا معاهم طريقين، طريق رأس الرجاء الصالح وهو طريق طويل اي نعم لكن ما بيدفعوش فلوس، وطريق تاني قصير لكن بيدفعوا فلوس كتير جدا. هيختاروا انهي؟ اكيد هيختاروا الطريق الطويل عشان ما بيدفعوش فلوس. وفعلا كل دول اوروبا لفت من حوالين الطريق ده عشان يوصلوا الى دول الشرق وسابوا مصر. هنا دولة المماليك كان بيجي لها فلوس من السفن دي ومن التجارة اللي بتعدي، سنة بعد 2 بعد 3 ما لقتش اي سفينة بتعدي وما بقاش عندهم فلوس، فبعتوا حد يسأل، يا ابني روح اسأل لنا شوف الفلوس ما بتجيش ليه ومفيش سفن بتعدي ليه. رجعوا قالوا بقى للدولة المملوكية الحقي في دولة اسمها دولة البرتغال. دولة ايه؟ البرتغال اكتشفت طريق وسمته طريق رأس الرجاء الصالح، والطريق ده ما بيدفعوش في اي جنيه. المماليك هيسكتوا؟ قالك تعالى، ده البرتغال دي هي اللي جت على موتها، وانا هطلع وهعمل معاها معركة وهسميها معركة ديو البحرية، لانها تمت في حتة اسمها ديو، ودي في البحر عشان كده بنقول عليها ديو البحرية. وفعلا خدوا الاسطول. يعني ايه اسطول؟ يعني سفن. الاسطول المملوكي مع الاسطول البرتغالي وبدأوا يحاربوا في بعض. المماليك فاكرة نفسها هتهزم البرتغال، ولكن البرتغال قدرت انها تحطم الاسطول المملوكي. واسطول يعني سفن، والسفينة غالية جدا، ودي مش سفينة واحدة، ده سفن كتيرة جدا، والاسطول كله تحطم والسفن كلها تحطم. ويبقى خسروا فلوس ولا ما خسروش؟ يبقى خسروا. تاني ايه اسباب الازمة المالية؟ اول حاجة اكتشاف مين؟ البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح. رقم 2 تحطم الاسطول المملوكي في معركة ديو البحرية. طب يا مستر امتى البرتغال لفت حوالين قارة افريقيا؟ في سنة 1498. طب امتى تحطم الاسطول؟ بعديها بكم سنة كده، عام 1509.
طب ركز معايا على التاريخ ده، احنا كده في القرن الكام؟ قلت لك انت بتاخد اول رقمين وتزود عليهم واحد، يبقى في القرن الكام؟ ال15. طب اوائل القرن ال15 ولا اواخر القرن ال15؟ جدع 98، يبقى اواخر القرن ال15 تعرضت المماليك لازمه ماليه وتدهور الاقتصادي. انا قلت لك ان كان عندهم ازمه ماليه وازمه سياسيه. اتكلمنا عن اسباب الازمه الماليه، تعال نبص بما تفسر حدوث ازمه سياسيه لدوله المماليك. قلت لك يعني ايه اصلا ازمه سياسيه؟ كلمه سياسيه يعني في نظام الحكم والناس اللي ماسكه الحكم، يعني الحكومه بمعنى اصح. كان عندهم نظام السياسة موجود فيه أزمة شديدة جدا. بما تفسر وجود أزمة سياسية، قال لك أول حاجة الصراع المستمر بين المماليك. اقراها تاني، الصراع المستمر بين المماليك. يعني إيه؟ يعني أمراء المماليك، الناس الكبيرة اللي في المماليك دايما في بينهم صراع، ده عايز ياخد الحكم وده عايز ياخد الحكم، وده عايز ياخد الحكم وده عايز ياخد الحكم، فبيحصل في بينهم صراع وخناقه شديده جدا وبيموتوا بعض. ده كله عشان ايه؟ عشان الحكم. يبقى اول سبب الصراع المستمر بين المماليك. في بينهم صراع، هيبقى في امن في الدوله؟ البوليس هيقدر على الدولة؟ أكيد لا. يبقى رقم 2 اضطراب الأمن، يعني هيحصل سرقة وهيحصل حرق والبلد هتبوظ خالص. يبقى أول حاجة الصراع المستمر بين المماليك، رقم 2 اضطراب الأمن. رقم 3 كثرة الفتن والثورات. يعني إيه أصلا كلمة الفتن دي؟ كلمة الفتنة يعني إن الشعب يقتل في بعضه، نص الشعب عايز الحاكم ده والنص التاني عايز الحاكم ده، فبيبدأ يعملوا ما بينهم خناقة يموتوا بعض. طب انا بقول لك ان مفيش امن، يعني احمال السرقة هتقوم، يبقى الدولة مش كويسة، فالشعب هيعمل ثورة. يبقى تاني اسباب الازمة المالية الصراع المستمر بين المماليك، امراء المماليك بيتصارعوا على الحكم، مفيش امن والامن بايظ عندهم. طب الشعب هيسكت؟ لا، هيعمل ثورات والشعب هيقتل في بعضه، يبقى فتن. يبقى كثرة الثورات والفتن الداخلية. وبكده اتكلمنا عن الدولة المملوكية. هاجي اقول لك بما تفسر ضعفت الدولة المملوكية، هتقول بسبب كم أزمة؟ أزمتين. طب لو جيت قلت لك بما تفسر وجود أزمة مالية، هتقول الحتة دي. بما تفسر وجود أزمة سياسية، هتقول الحتة دي. بما تفسر ضعف الدولة المملوكية، هتقول دي كلها. فهمت جد ازاي؟ طب انا بقول لك ان هي عندها أزمة مالية وأزمة سياسية. القوى العسكرية هتبقى قوية ولا ضعيفة؟ اكيد القوى العسكرية هتبقى منيلة بست النيلة، وفعلا ترتب على وجود الأزمة المالية والأزمة السياسية اضعاف القوى العسكرية. وتعال نخش على تاني دولة وهي الدولة الصفوية. وركز معايا كده بقى، عشان الدولة الصفوية دولة كبيرة جدا وعبارة عن سطرين. اول سطر بيقول لك ايه هي اصلا الدولة الصفوية. الدولة الصفوية دي هي بلاد الفرس قديما. بلاد الفرس قديما. طب استنى يا مستر، انت بتقول لي بلاد الفرس قديما، امال دلوقتي تبقى ايه؟ تبقى دولة ايران. يبقى تاني الدولة الصفوية مكانها كان فين؟ في بلاد الفرس قديما. طب انا بقول لك قديما، امال دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها دولة ايران، ودولة ايران موجودة جنب تركيا. طب تعالى هنتكلم عن تاني سطر في الدولة الصفوية، وعايز اعرفك عاصمة الدولة الصفوية. عاصمة الدولة الصفوية تبريز. ركز في الاسم، عاصمة الدولة الصفوية تبريز. طب لو جيت قلت لك عاصمة الدولة المملوكية، الشاطر اللي هيقولها. انا قلت لك هي قامت في ايه؟ في مصر. قامت فين؟ في مصر. طب عاصمة مصر ايه؟ القاهرة. يعني لو قدرت تدخل القاهرة او تدخل مصر، يبقى انت كده قضيت على الدولة المملوكية. انا مثلا عايز احارب الدولة المملوكية، زي ما هتشوف دلوقتي الدولة العثمانية، عشان تقدر تنهي الدولة المملوكية لازم تخش مصر وتخش العاصمة بتاعتها القاهرة. نرجع للدولة الصفوية، قلت لك هي موجودة في بلاد الفرس قديما، اما دلوقتي ايران والعاصمة بتاعتها اسمها تبريز. وكده خلصنا من الدولة الصفوية، ونخش على ثالث دولة وهي الدولة العثمانية، ودي اقوى دولة في الثلاث دول ودولة كبيرة جدا. عايز اقول لك ان الدولة العثمانية كان فيها حاكم اسمه سليم الاول. تاني، يبقى في الوقت ده مين اللي كان بيحكم الدولة العثمانية؟ واحد اسمه ايه؟ سليم الاول. عايز اقول لك ان سليم الاول ده كان راجل طماع جدا. يعني ايه؟ يعني بص، بيحب يوسع في الدولة العثمانية ويخليها اكبر دولة في العالم كله. سليم الاول ده عشان يوسع في الدولة العثمانية كان قدامه حلين، يا اما يتجه الى دول الغرب اللي هي دول اوروبا، يا اما دول الشرق زي الدولة الصفوية او المملوكية. تاني، سليم الاول، قلت لك ده سليم الاول.
عشان يوسع في دولته كان قدامه خيارين. اول خيار ان هو يتجه ناحية الغرب يعني ناحية دول اوروبا، او يتجه ناحية الشرق اللي هي الدولة الصفوية او الدولة المملوكية. انا قلت لك ان سليم الاول يا اما يطلع على دول الشرق يا اما يطلع على دول الغرب اللي هي دول اوروبا. قعد يفكر وفي الاخر قال لك انا هطلع على دول الغرب عشان اقدر استولى على اوروبا، لان اوروبا دولة غنية بالموارد، ولو قدرت اسيطر عليها اسيطر على العالم كله. مش معقولة ده اوروبا، يعني لو سيطر عليها هيسيطر على العالم كله. وفعلا لقينا السلطان سليم الاول لقيناه بيقول يلا يا ابني جهز لي الجيش ونطلع حملة على اوروبا نقتلها ونرجع. وفعلا جهز الجيش وجهز معداته وهو طلع على اوروبا. مستشارينه يعني الناس القوات بتوعه قالوا له استنى يا قائد انت رايح فين؟ قال لهم انا هطلع على اوروبا. قالوا له انت هتقدر على اوروبا؟ قال لهم عيب عليك، وده انا السلطان سليم الاول اخش اي دولة اقدر اهزمها. قالوا له بس ده مش دولة مملوكية ولا دولة صفوية، دي دول اوروبا. قال لهم واللي يمنعني ان انا احارب دول اوروبا؟ قالوا له لا، يمنعك حاجات كتير جدا، اولها ان دول اوروبا متفوقة حضاريا وعسكريا. تاني، دول اوروبا متفوقة عن الدولة العثمانية حضاريا وعسكريا. سليم الاول قال لهم يعني ايه اصلا تفوق حضاري؟ قالوا له يعني متفوقين عندك مثلا في العلم، متفوقين عنك كسلطان عثماني، وايضا متفوقين عسكريا يعني في القوات العسكرية في المعدات في الاسلحة، يبقى متفوقين حضاريا وعسكريا. سليم الاول قال ما يمنعش برضو ان انا احارب اوروبا، ويعني متفوقين هنا سليم الاول فكر وقال لك فعلا ده انا لو رحت على دول اوروبا هتقتل وهرجع زي خيبتي وهبقى اضعف دولة في العالم. فسليم الاول سأل المستشارين اللي منعوه وقال لهم اروح فين انا بقى دلوقتي لو ما رحتش اوروبا؟ قالوا له سيبك من دول الغرب خالص وروح لدول الشرق. لهم يا عم دول شرق ايه؟ دول الشرق ما فيهمش غير الدولة المملوكية والدولة الصفوية، والاتنين اجيبهم في غلوة كده. قالوا له ما تعمل كده، يعني لو قدرت تسيطر على دول الشرق هتبقى دولة اقوى شوية وبروح للغرب. وقالوا له خصوصا ان دولة الشرق فيها اهم دولة في العالم وهي دولة مصر. ده دولة مصر هي قلب العالم الإسلامي. تاني، يعني ايه اصلا قلب العالم الإسلامي؟ يعني لو قدرت تسيطر على مصر كأنك سيطرت على العالم الإسلامي كله واصبحت دولة قوية تروح بعديها الى الغرب. تاني، قلت لك ان سليم الاول كده مش هيروح لدول اوروبا. ليه؟ لانهم متفوقين حضاريا وعسكريا. السلطان سليم الاول عرف خطورة الصدام مع دول اوروبا. ليه؟ متفوقين حضاريا وعسكريا. رقم 2، هيتجه لفين؟ هيتجه الى دول الشرق. خصوصا عايز يعمل ايه؟ يسيطر على دولة ايه؟ مصر. اشمعنى؟ لانها قلب العالم الاسلامي. يبقى لو جيت قلت لك هو ما راحش الغرب ليه واتجه للشرق، او بما تفسر اتجاه السلطان العثماني سليم الاول الى الشرق، هتقول لانه ادرك خطورة التوسع في اوروبا. تاني، ادرك السلطان سليم الاول خطورة التوسع في اوروبا. قال لك اوروبا خطر. ليه؟ بسبب تفوقهم حضاريا وعسكريا. رقم 2، رغبة سليم الأول، هو عايز يتوسع في دول الشرق. يبقى رغبة سليم الأول في توسيع ممتلكاته في الشرق عن طريق الاستيلاء على دولة مصر. ليه؟ لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. وفعلا هنلاقي إن السلطان سليم الأول هيتجه على دول الشرق وهيحارب الدولة المملوكية والدولة الصفوية ويهزمهم، وبعدين بقى يبقى يفكر يخش على دول اوروبا او ما يخشش، وده اللي هنعرفه. فعلا لقينا السلطان سليم الاول هيسيبوا من دول الغرب لانهم متفوقين حضاريا وعسكريا، وهيتجه على دول الشرق وعايز يسيطر على مصر لانها قلب العالم الاسلامي. عمال اعد لك اهو. يبقى السلطان هيتجه ناحيه الغرب ولا الشرق؟ هيتجه ناحيه الشرق، وهيلاقي ان في دول الشرق الدوله المملوكيه والدوله الصفويه. طب هيبدا بانهي دوله ويحاربهم؟ الدوله المملوكيه ولا الصفويه؟ هيبدا بالدوله الصفويه يصفي عليهم ويخش على الدوله المملوكيه. تاني انا بقول لك اهو، هيبدا بالدوله الصفويه يصفي عليهم، عشان ما تقوليش بدا بالدوله المملوكيه، لا، بدا بالصفويه، هيصفي على الصفويه ويخش على الدوله المملوكيه. وفعلا لقيناه راح على الدوله الصفويه وعمل معاهم معركه سميناها معركه جلديران. تاني، يبقى السلطان سليم الاول هيعمل معركه هيسميها معركه ايه؟ جلديران. لاحظ جلديران
وهي قامت في إيران. يبقى معركة جلديران تبع الدولة الصفوية اللي قامت في إيران حاليا. يبقى السلطان سليم الأول هيعمل مع الدولة الصفوية معركة هيسميها معركة إيه؟ جلديران عام 1514. وفعلا أطراف جلديران او اطراف معركة جلديران الدولة الصفوية والدولة العثمانية. نتائج بقى معركة جلديران، اي معركة من دلوقتي لحد اخر السنة لازم تقول لي انتصار مين وهزيمة مين. انا بقول لك سليم الاول يعني اقوى دولة، يبقى انتصار العثمانيين ولا الدولة الصفوية؟ اكيد انتصار العثمانيين وهزيمة الدولة الصفوية. وفعلا استطاع يخش عاصمة الدولة الصفوية اللي هي تبريز وينهي الدولة الصفوية تماما، ما يبقاش قدامه غير مين؟ غير الدولة المملوكية. وهنلاقيه هيخش على الدولة المملوكية وهيحاربهم، بس مش في معركة جلديران، هيحاربهم في معركتين. اول معركة اسمها معركة مرجدابك، تاني معركة بعديها بسنة اسمها معركة الريدانية. يبقى هيحارب الدولة المملوكية في كم معركة؟ معركتين، معركة مرجدابك ومعركة الريدانية. معركة مرجدابك اطرافها مين ضد مين؟ العثمانيين ضد المماليك. قال لك العثمانيين بقيادة سليم الأول، معروفة أن سليم الأول هيهزم ده كله، يبقى العثمانيين بقيادة سليم الأول. أما المماليك مين القائد بتاعهم؟ واحد اسمه قنصوة الغوري. أما معركة الريدانية مين قائد العثمانيين؟ سليم الأول. طب المماليك الغوري هيموت، هيجي واحد اسمه بعديه تومان باي. يبقى تاني عشان يقضي على المماليك هيعمل معاهم معركتين، معركة مرجدابك والمماليك هيبقى قائدهم مين؟ قنصوة الغوري أو السلطان الغوري. بعديها بسنة هيعمل معركة الريدانية عشان يستولى على مصر، بس بقيادة مين المماليك؟ بقيادة تومان باي. تعال بقى افهمك ازاي السلطان العثماني هيعمل المعركتين دول ويقضي على الدولة المملوكية زي ما عمل مع الدولة الصفوية. وتعال هنشرح هنا، بس هنمسح ده طبعا عشان نعرف نشرح. انا قلت لك ان السلطان سليم الاول هيقضي على الدولة الصفوية وهيخش على الدولة المملوكية وهيعمل معاهم اول معركة وهي معركة مرجدابك. بس قبل ما يعمل المعركة لازم يجر شكل المماليك، يعني كأنهم هم اللي يغلطوا. عامل مثلا زي واحد انا عايز اضربك مثلا او انا عايز اخد منك اي حاجة، فهسلط مثلا عليك عيل صغير يشتمك، تقوم انت تضرب العيل الصغير فانا اجي اضربك زي ما بيحصل في الشوارع المصريه طبعا. طب الدوله العثمانيه هتجر شكل المماليك للخناقه ازاي وللمعركه؟ تعال اقول لك. انت في خريطه عندك في الكتاب، تعال مثلا نرسمها سريعا. لو نفترض ان ده البحر المتوسط، وانت عارف طبعا ان البحر المتوسط فوقيه الدوله العثمانيه، يبقى دي الدوله العثمانيه. ادي مثلا دوله مصر، اي رسمه على السريع، وادي البحر الاحمر اي رسمه. انت عارف مثلا ان دي الدوله العثمانيه، تحتها على طول زي ما بان عندك في الخريطه دي دوله المماليك، ودي دوله الشام اللي بتسيطر عليها دوله مين؟ دوله المماليك. يبقى دي دوله الشام، ودي الحجاز اللي هي السعوديه لانها شرق البحر المتوسط. يبقى دي مثلا اهو الشام والحجاز، ودي دوله مصر اللي بيسيطر عليها دوله المماليك. الدوله العثمانيه بقياده سليم الاول عايز ياخد بقى الدنيا دي كلها زي الشام ومصر، ولو قدر يدخل مصر هياخد الدولة المملوكية ويقضي عليها نهائي. ما تيجي بقى اقول لك سليم الاول الطماع ده هيجر شكل المماليك ازاي عشان يبدأوا مع بعض معركة. كانت في مدينة هنا او امارة، يعني مدينة بنقول عليها امارة ذي القادر. الامارة دي على حدود الدولة العثمانية والدولة المملوكية في الحتة دي بالظبط، لكن هي تبع الدولة المملوكية. سليم الأول هيروح ياخد الإمارة دي عشان المماليك تيجي تحارب سليم الأول، يقوم سليم الأول يضربهم ويقول هم اللي بدأوا، مع إنه هو اللي بدأ باستيلائه على إمارة ذي القادر. وفعلا لقينا إن سليم الأول راح واستولى على إمارة ذي القادر. هيوصل الكلام لمين؟ للسلطان الغوري. هيقولوا له الحق يا غوري، السلطان العثماني سليم الأول خد منك إمارة ذي القادر. وفعلا لقينا السلطان الغوري طلع واتقابل مع السلطان العثماني في حتة اسمها مرجدابك، وعشان كده سمينا المعركة بمعركة مرجدابك. طلع واتقابل الجيش العثماني مع الجيش المملوكي، اتقابل سليم الأول مع السلطان الغوري. ولقينا السلطان الغوري بيقول لسليم الأول بقى أنت يا سليم يا أول تتجرأ وتاخد مني إمارة ذي القادر؟
ده إن كان المماليك اتهزموا في معركة ديو البحرية على يد البرتغال، ده لأن البرتغال دول أوروبا، ودول أوروبا متفوقة عن أي حد حضاريا وعسكريا، وعشان كده أنا اتهزمت على يد البرتغال بعد ما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح في معركة ديو البحرية عام 1509. لاحظ يلا ان انا عمال اعيد لك مره واثنين وثلاثه اهو، قلت لك الدرس صعب ركز. يبقى قلت لك السلطان الغوري هيقول لسليم الاول انت بتتجرأ وتاخد مني اماره ذي القدر؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ده انا السلطان الغو، ولقى السيف في قلبه. يبقى سليم الاول قدر يقتل السلطان الغوري وينتصر على المماليك في معركه مرج دابك. يبقى لو جيت قلت لك نتائج معركه مرج دابك، قلت لك نتائج اي معركه، هتقول انتصار مين وهزيمه مين؟ يبقى انتصار العثمانيين وهزيمه المماليك. يبقى قلت لك السلطان الغوري هيقابلهم في معركه مرج دابك، ومرج دابك دي في الشام، وسليم الاول هيقدر ينتصر على المماليك في مرج دابك. يبقى اصبحت الشام ولايه ايه؟ عثمانيه. يبقى الشام ما بقتش مملوكيه وبقت عثمانيه، لان السلطان العثماني قدر ينتصر على السلطان الغوري في معركه مرج دابك. يبقى نتائج المعركه انتصار مين وهزيمه مين؟ طبعا انتصار العثمانيين بقياده سليم الاول، وهزيمه المماليك بقياده السلطان الغوري، واصبحت الشام ولايه عثمانيه. طب كده السلطان العثماني هيسكت لحد كده؟ يسكت يا مستر؟ ما هو لسه قدامه مصر، وانت قلت لي ان الدولة المملوكية قامت في مصر، ولو دخل مصر يبقى قضى على الدولة المملوكية، وهو اصلا عايز مصر لانها تمثل قلب ايه؟ العالم الاسلامي. وفعلا لقينا سليم الاول هيخش على مصر من شبه جزيرة سيناء، وهيقعد في حتة اسمها العباسية، دي حتة في صحراء اسمها صحراء العباسية، وخصوصا عند مدينة اسمها الريدانية، وعشان كده هتكون معركة الريدانية بعديها بسنة. دي كانت 1516، بعديها بسنة معركة الريدانية بقت 1517. السلطان الغوري مات، هيجي بعد واحد قائده اسمه ايه؟ تومان باي، وده كان دراعه اليمين. بعد ما السلطان سليم الأول دخل واستقر عند الريدانية، وصل الكلام لمين؟ وصل الكلام لتومان باي، وقالوا له الحق يا تومان باي، السلطان سليم الأول اتجرأ ودخل مصر. تومان باي زي ما عمل السلطان الغوري خد الجيش بتاعه وطلع للسلطان سليم الأول. بقى أنت يا سليم يا أول تتجرأ وتخش مصر وتقتل القائد بتاعي اللي هو السلطان الغوري؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ده انا تومان بقى، ولقى السيف في قلبه زي ما حصل. وبكده سليم الاول انتصر على المماليك بقياده تومان باي. يبقى نتائج معركه الريدانيه انتصار مين وهزيمه مين؟ انتصار العثمانيين وهزيمه المماليك. طب لاحظ الشام هنا اصبحت ولايه ايه؟ عثمانيه. هو دخل على مصر وهياخد مصر، يبقى مصر ولايه مملوكيه ولا عثمانيه؟ اكيد ولايه عثمانيه. رقم 2 اصبحت مصر ولايه عثمانيه، وفعلا قدر يدخل مصر ويدخل عاصمه مصر اللي هي القاهره. وانا قلت لك ادام دخل مصر يبقى قضى على الدوله المملوكيه. وفعلا نتيجه رقم 3 انتهاء دوله المماليك، وما عادش فيه دوله اسمها دوله المماليك. عشان ما تتلخبطش عايز اقول لك ان دولة المماليك انتهت كدولة حاكمة، يعني ما عادتش بتحكم، لكن الافراد موجودين اللي هم افراد المماليك موجودين، لكن ما عادوش بيحكموا ولا بيضموا كذا ولا كذا ولا كذا. وبكده قدر ابن الذين سليم الاول يقضي على الدولة الصفوية والدولة المملوكية ويستولى على الشرق. ومعلومة نسيت اقولها لك، بص على التاريخ ده واحسب لي القرن. قلت لك القرن تاني هتزود واحد، يبقى في القرن ال16 في اوله ولا في اخره؟ اكيد في اوله، رقم 14 لسه في الاول. يبقى في اوائل القرن ال16 اتجه سليم الاول. يبقى امتى هيتجه ناحيه الشرق؟ في اوائل القرن ال16 هيتجه ناحيه الشرق، وهيقضي على الدوله الصفويه في معركه جلديران، والدوله المملوكيه في مرج دابك والريدانيه، وهيستولى على الشام ومصر. يبقى على السريع كده سليم الاول هيعمل 3 معارك. اول معركه مع الدوله الصفويه وهي معركه جلديران، تاني معركه وثالث معركه مع الدوله المملوكيه وهي معركه مرج دابك والريدانيه. النتائج اكيد طبعا انتصار العثمانيين وهزيمه الطرف الثاني. يبقى انتصار العثمانيين بقياده سليم الاول وهزيمه الدوله الصفويه، انتصار العثمانيين وهزيمه المماليك بقياده الغوري، وانتصار العثمانيين وهزيمه المماليك بقياده تومان باي. انت مش ملاحظ كده كل ما اقول لك مماليك تقول لي هزيمه المماليك؟
هو ليه اصلا يا مستر المماليك بيخسروا قدام العثمانيين كده؟ اقول لك انت جدع، لان ده سؤال عليك. بيقول لك بما تفسر هزيمه الجيوش المملوكيه امام العثمانيين. ليه الجيوش المملوكيه بتتهزم امام العثمانيين؟ اقرا كده، بيقول لك عدم الاستقرار الداخلي للمماليك والنزاع على السلطه. قلت لك هم عندهم نزاع مستمر بين المماليك على السلطه ومفيش استقرار، فهتبقى دوله قويه هتقدر تهاجم العثمانيين؟ اكيد لا. عامله مثلا زي مصر. افترض معايا ان مصر دلوقتي دخلت حرب مع دوله بره، بس مصر دلوقتي في بينهم اصلا ثورات وفي بينهم نزاع على السلطه وفي بينهم خناقات داخليه، هل هيقدروا على الدوله اللي بره؟ اكيد طبعا لا، وهيتهزموا. وده اللي حصل عشان المماليك ما فيش استقرار داخلي وبيتنازعوا دايما على السلطه، ادى الى سقوط دوله المماليك وهزيمتهم امام العثمانيين. رقم 2، التفوق العسكري للجيش العثماني. التفوق العسكري للجيش العثماني، قلت لك ان الجيش العثماني ده اقوى جيش. هو مش اقوى من اوروبا، لكن هو جيش قوي جدا. يبقى التفوق العسكري للجيش العثماني كان متفوق عن الجيش المملوكي. يعني لو الجيش المملوكي كان بيحارب ب100، فالجيش العثماني بيحارب ب1000 وبمليون. يبقى الجيش العثماني كان متفوق عسكريا، ومش بيحارب بأسلحة ضعيفة، لا، ده كان بيستخدم أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. كان بيستخدم الأسلحة المتطورة يعني البنادق والمدافع، بينما المماليك كان بيستخدموا سلاح الفروسية اللي هو يركب على الخيل أو الحصان ويبدأ يحارب بالسيف. المماليك تحسهم إن هم من أيام خالد بن الوليد بيستخدموا السيف وهم راكبين على الخيل، لكن العثمانيين بيستخدموا البنادق والمدافع، وعشان كده هيكسبوا. تخيل مثلا انت دلوقتي انا داخل عليك بسكينه وانت بتحاربني بسن القلم، مين هيكسب؟ اكيد طبعا انا، لان انا داخل عليك بسلاح قوي، ده انت بتحاربني بسن القلم. برضو المماليك امام العثمانيين بيحاربوهم بالفروسيه، بينما العثمانيين بيستخدموا احدث الاساليب. مين اللي هيكسب؟ اكيد العثمانيين. يبقى لو جيت قلت لك بما تفسر هزيمه الجيوش المملوكيه امام العثمانيين في معركه مرجدابك والريدانيه، هتقول عدم الاستقرار الداخلي للمماليك والنزاع على السلطه. رقم 2، التفوق العسكري للجيش العثماني، وايضا استخدام العثمانيين اساليب القتال الحديثه والاسلحه المتطوره. لكن لو حط لك سؤال وقال لك ما النتائج المترتبه على هزيمه الجيوش المملوكيه، لاحظ بما تفسر هتقول دي. لو قال لك نتائج هزيمه الجيوش المملوكيه هتقول دي. ما هي نتائج هزيمه الجيوش المملوكيه امام العثمانيين؟ ايه اللي ترتب لما المملوكيين اتهزموا امام الجيوش العثمانيه؟ اول نقطتين سهلين، والثالثه والرابعه هتبقى سهله باذن الله. اول نقطتين اكيد انت هتستنتجهم. تحولت مصر من دوله مستقله الى ولايه عثمانيه. مصر بدل ما كانت دوله قويه اللي هي الدوله المملوكيه، ده قامت في مصر، يعني مصر بالنسبه للعالم دوله كبيره جدا. بعد ما كانت دوله مستقله وكبيره اصبحت ولايه من ضمن الولايات العثمانيه، وهنعرفها في الدروس اللي جايه اصلا يعني ايه كلمه ولايه. يبقى اول نتيجه تحولت مصر من دوله مستقله الى ولايه عثمانيه. رقم 2، قال لو جيت قلت لك هو السلطان العثماني سيطر هنا على بلاد ايه؟ الشام، وهنا على مصر. طب الشام في قارة ايه؟ انت واخدها من تاني اعدادي في اسيا. ومصر في قارة ايه؟ افريقيا. يبقى السلطان العثماني سيطر على العالم العربي في اسيا وافريقيا. هنا سيطر العثمانيون على العالم العربي من الاتجاهين الاسيوي والافريقي. رقم 3، انا عايز اقول لك ان في خلافتين، خلافة دينية يعني في امور الدين، وخلافة سياسية. انتقلت خلافة العالم الدينية والسياسية الى الدولة العثمانية. عايز اقول لك ان الخلافة الدينية والسياسية كانت في ايد الدولة العباسية. بعد سقوط الدولة المملوكية التابعة للدولة العباسية أصبحت الخلافتين في إيد العباسيين ولا العثمانيين؟ أكيد طبعا في إيد العثمانيين. يبقى انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية. رقم 4، أعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين. مش فاهم حاجة، اقراها تاني عشان ما ننساش. أعلن سليم الأول نفسه هو الحامي الوحيد للحرمين الشريفين. طب إيه هم أصلا الحرمين الشريفين؟ الحرمين الشريفين يعني الكعبة اللي موجودة في مكة والمسجد النبوي اللي موجود في المدينة، بنقول عليهم الحرمين الشريفين. مين الحامي بتاع الحرمين الشريفين؟ السلطان سليم الأول. قال لك يا جدعان أنا اللي بحمي الحرمين الشريفين، وما بيحميش الحرمين الشريفين بس، قال لك وجميع رعاياه في العالم الإسلامي. أي مسلم في العالم الإسلامي أنا اللي بحميه، وأنا الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ورعاياه في العالم الإسلامي. وركز واوعى تلخبط بما تفسر من
النتائج. لو قال لك بما تفسر هزيمه الجيوش المملوكيه هتقول الاثنين دول، لكن لو قال لك ما النتائج المترتبه على هزيمه الجيوش المملوكيه هتقول الاربعه دول. وبكده يا شباب نكون خلصنا نص الدرس الاول، وهنزل لك النص الثاني او الجزء الثاني في نفس اليوم. لو انت فهمت ده بخش واتفرج على الجزء الثاني، او استنى شويه لان معلومات الدرس تقيله زي ما انت شايف، عشان بس ما تتلخبطش وبتفرج على النص الثاني بعدين. واسيبك مع فيديو الاسئله اللي انا هعمله لك بعد كل فيديو في الاخر كده، يعني في اخر كل فيديو هتلاقي شويه اسئله. لو حليت الاسئله دي اعرف انك تمام، وخش على الفيديو اللي بعده او ذاكر اي ماده تانية. وبكده اقدر اقول لك سلام.